إجابة صادمة جدا من الفنانة زينة لما سألوها: يا زينة، رأيك إيه في مسلسل حق عرب بتاع أحمد العوضي؟ ويا ترى لو ياسمين عبد العزيز هي البطلة بتاعة الدور ده كانت هتكون أفضل من دينا فؤاد اللي هي طبعا حنان، ولا إيه رأيك؟ إجابة صادمة وغير متوقعة خالص من الفنانة زينة، اللي كان آخر أعمالها قبل مسلسل العتاولة الفيلم بتاعها مع الفنان أحمد العوضي الإسكندراني، واللي الفيلم ده للأسف كان سبب قوي جدا في فراق وطلاق العوضي عن ياسمين عبد العزيز. وناس كتير تدخلت وقالت ان زينة هي السبب، خصوصا بعد اهتمام العوضي الكبير قوي بزينة وبأولادها. أولادها طبعا من أحمد عز، كان بيهتم بيهم وكل يوم في التصوير يجيب لهم حاجات حلوة، يقعد معاهم يلعب معاهم، ولو ما جوش معاها في مرة يقول لها: أنا زعلان منك يا زينة، إزاي ما تجيبيش الأولاد؟ أنا بعتبرهم أولادي. طيب هيكون رأيها ايه بقى في المسلسل بتاع حق عرب اللي مكسر الدنيا؟ وشهادة لله احمد العوضي عامل دور مبدع، والناس كلها بقت تتكلم عنه، والمسلسل خد حيز حديث الشارع كله، والناس بتستنى الحلقات بتاعته. زينة بتقدم مسلسل العتاولة مع احمد السقا، مع طارق لطفي، مع باسم سمرة، وناس كتير بتقول ان المسلسل حلو قوي، ولكن مش في حجم مسلسل حق عرب. علشان كده تم توجيه سؤال للفنانة زينة: يا زينة، يا ترى لو الفنانة ياسمين عبد العزيز هي البطلة بتاعة المسلسل بتاع أحمد العوضي، يا ترى المسلسل كان هيكون أحلى، ولا دينا فؤاد عاملة الدور بطريقة أفضل منها؟ ردها كان غير متوقع بالمرة، خصوصا لما عملت مقارنة ما بين مسلسل حق عرب والعتاولة، وقالت إن العتاولة مسيطر على الشارع أكتر بكتير من حق عرب. كفاية كمية النجوم اللي موجودة في مسلسل العتاولة، وده ما بيقللش من حجم مسلسل حق عرب، ولكن العتاولة مسيطرين ومكسرين الدنيا بالمسلسل بتاعهم. وقالت: المفروض ان انا كنت النجمة الاولى مع احمد العوضي في مسلسل حق عرب بعد فيلم الاسكندراني، بس قلت خلاص خلينا نغير التجربة وما يبقاش اخر مسلسل واخر فيلم ليا مع نفس الفنان. وقالت: لو انا اللي بقدم الدور مكان دينا فؤاد كنت هكون افضل بكتير منها وكمان من ياسمين عبد العزيز. وان احمد العوضي عرض عليها الدور قبل الفنانة طبعا دينا فؤاد اللي هي مقدمة دور حنان، ولكن هي رفضت وحبت تجرب التجربة مع احمد السقا والفنانين المتواجدين معاه. وقالت ان احمد العوضي مش محتاج ياسمين تكون جنبه ولا تسنده، هو فنان كبير وقادر يشيل مسلسل لوحده، وقادر يكون نجم شباك في الايام والفترات اللي جايه. وان هي شايفه ان الفنانه ياسمين عبد العزيز مش هي سبب شهره العوضي، بالعكس شهره العوضي ترسخت جدا جدا من وقت ما الجمهور بدأ يحبه وبقى نجم شارع والناس بتحبه، وان هو ابن بلد. طيب رأيك ايه بقى في حق عرب؟ قالت: هو مسلسل شيق وجميل ويتسمع، ولكن اكيد مش هيكون زي مسلسل العتاولة، وان هي هيكون بينها وبين العوضي مشاركة فنية قوية جدا بعد مسلسلاتهم في رمضان، وان المشاركة دي هتكسر الدنيا، وان اهتمام العوضي بيها في فيلم الاسكندراني كان واضح. ولكن علقت على النقطة دي وقالت ان الاهتمام ده كان مجرد شو او عرض للفيلم علشان الفيلم يبقى بالحجم اللي هو فيه، وعموما العوض ابن بلد وجدع والناس كلها بتحبه. إجابة صادمة جدا من الفنان